حسين علي الظهير اليمين يحتاج الى تطور اكثر. اليوم ميرخاس دوسكي حقيقه مستوى متذبذب، يعني يحتاج ايضا الى عمل ويحتاج الى كنترول على نفسه في المباريات، لانه تحتاج الى ذهنيه عاليه المستوى. الان تتويج صعود المنتخب العراقي احبه المشاهدين مشاهدي قناه المنصه الرياضيه، تتويج ملك تايلاند ايمن حسين وبقيه الاسماء العراقيه، ولحظات فخر لكل العراقيين بان نشهد العراقي من جديد ان يعود على منصات التتويج في 2023 بطوله كاس الخليج، وفي 2023 بطوله كاس ملك تايلاند. وهذه الفرحه ان شاء الله تسود كل الشارع الرياضي، نتكاتف ننجح كلنا كشعب عراقي كاتحاد كاعلاميين كرياضيين لدعم هذا المنتخب. والواضحين بالصوره طبعا ريبين سولاقه، دريس صناطي، العماري، احمد فرحان، وعلي عدنان اكثر اللاعبين خوضا المباريات الدوليه، فهد طبعا بطل المباراه اللي ما ننساه اللي كان له الدور الكبير بالفوز في مباراه اليوم، وحسين علي اللي نشاهده المره الاولى ان شاء الله. ابو علاوي المباريات القادمه نشاهده افضل. ميرخاس قدم مباريات جيده، ريبين، البقيه، امير العماري، كلهم قدموا مستويات جيده. هاي البطوله اعداديه، ما نقدر احنا نقول انه يعني ما عندنا اخطاء. لا، علي الحمادي ايضا من طبعا هاي البطوله شهدنا لاول مره لاعبين جدد ولاعبين سجلوا في هذه البطوله الهدف الاول. علي الحمادي عندنا سجل المره الاولى كاساس ان شاء الله، وجه خير على العراق. هاي البطوله الثانيه وياه طاقم التدريب الاسباني، مدرب اللياقه ومدرب الحراس، وايضا المدرب المساعد، وايضا المترجم محمد، وبقيه ايضا الدكتور الصفار وبقيه الاداريين. مبروك للعراق هذا الانتصار. ايضا زميلنا محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي، وجلال حسن الحارس العراقي كابتن الفريق. وبهذه اللحظات يعني هو الان الكاس كاس ملك تايلاند بالنسخة 49 عراقيا إذن من مدينة شانغمي من قبل كأس ملك تايلاند، من قبل ملك تايلاند يسلم إلى جلال حسن. مبارك للعراق هذا النجاح وهذا الانتصار الجديد. إذن العراق ينجح باجتياز تايلاند بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بين أرضه وبين جمهوره بحضور ملكي وتتويج ملكي. كابتن كريم، حقيقه شيء رائع جدا مثل ما قلت حضرتك في بين جمهوره وارضه، وهاي سوء الاحوال الجويه اللي يمر بها الظرف. ولدنا ما شاء الله عليهم صار فتره بعيدين وبعض انسجامهم ضعيف، وقدروا يحققون نتيجه ايجابيه. هذا بالعكس يحسب للاعبين، يحسب للكادر التدريبي، يحسب للكادر الاداري اللي تكاتفوا اكيد وقدموا هاي نتيجه طيبه للشعب العراقي. كابتن بسام، مباراتين ليست بالسهله حقيقه، عانى بها اللاعبين والجهاز الفني، وكان هنالك يعني بصراحه صعوبه في اوقات كثيره شاهدناها. خلينا نسمع السلام الوطني لتايلاند. للعراق هذا الانتصار من جديد بلقب بطولة كأس تايلاند، كأس ملك تايلاند للمرة الأولى في تاريخه. نبارك للوفد أيضا السيد أحمد الموسى وعضو الاتحاد العراقي كان في رئاسة الوفد. نبارك لأعضاء الاتحاد، لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عبدان درجال اللي يسهر على الكل صغيرة وكبيرة، ودائما داعم لكل المنتخبات العراقية، أعضاء الاتحاد، وايضا المدربين الجميع، اللياقه البدنيه، الكل اللي تعبوا. يعني احنا ما نبخس حق الجميع، وهذا حلو المنظر انه نشوف
يعني ولدنا نجومنا العراقيين منتخبنا على منصة التتويج كابتن بسام. طبعا اكيد يعني لحظات، هاي اللحظات تاريخية، لحظات هاي الثواني يمكن مهمة بتاريخ اللاعبين كلهم حقيقة، وبتاريخ ايضا الاتحاد الرياضي وبتاريخ كل حتى الشعب العراقي. احنا نريد ابنائنا دائما فرحانين وسعداء، وجهودهم يتكلل حقيقة بالنجاح. هذا نجاح ان شاء الله يحسب للعراق كليته. نتمنى ان اكيد يعني تحصل حالات، تكرر حالات الفوز والتفوق في المناسبات القادمة على مستوى آسيا بإذن الله سبحانه وتعالى. كأس البطولة إذن يرفع بأيدي اللاعبين علي عدنان وبقية اللاعبين. عندنا 86 مباراة دولية علي عدنان، وعندنا 77 مباراة دولية جلال حسن، مزيج بين اللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة. إذن هذا الكأس العراق بطلا لكأس ملك تايلاند للمرة الأولى في تاريخها بالنسخة 49. إذن العراق بكأس جديد في 2023. مبارك للعراق. وقناة المنصة الرياضية كانت معكم في هذا النقل الحصري لهذه البطولة. نأمل أن نكون وفقنا، بالرغم أنه قد تكون بعض الهنات هنا وهناك، لكن إن شاء الله نحاول تصحيحها بالمستقبل. وأيضا مبارك لكل الأفراد اللاعبين المنتخب العراقي على هذا الإنجاز، البطل أمجد وبايش، أسامة رشيد، أيمن، فرانس، كل اللاعبين. واتمنى عودة موفقة أيضا لمهند علي، بقية زيدان إقبال، بقية الأسماء اللي ما شفناها اليوم بمباراة اليوم. كابتن كريم صدر، شكرا جزيلا لك استاذ قحطان، شكرا على المتابعة الجيدة، وشكرا للقائمين على محطة المنصة.